السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا جيتكم بواحد الكيك اللي كيجي أكثر من رائع. كتجي منعشة بواحد الكريمة لذيذة بزاف، والكيكة كتجي خفيفة ديال هاد الحرارة هادي، منعشة وباردة ولذيذة بزاف. مكونات بسيطة جدا، اقتصادية كيف ما عودتكم دائما وبطريقة سهلة. ما غاديش نطول عليكم، غندوزو مباشرة للمقادير مع طريقة التحضير. ولا عجبكم الفيديو اخواتي ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم جملة الفيديو والاشتراك في القناة فضلا منكم وليس امرا. فبسم الله على بركة الله. في إناء غندير رشة صغيرة من الملح مع 3 الحبات ديال البيض حجم كبير. الا كانوا صغار غديروا 4 ديال الحبات اولا 4 ديال البيضات، مع ساشي ديال السكر فانيلا وكاس الا ربع ديال السكر حبيبات. كنطرب هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كنحصل على خليط كيكون مفتوح اللون ديالو، وكنحسو بالسكر حتى هو داب. من بعد كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وغنستمر دائما نطرب المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا جميع المكونات مع بعض. والان غنضيف واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الموز اولا الفاني اولا اللي عندكم، المهم وزن العلبه هو 110 غرام. كذلك غنضيف كاس ديال اللبن، انا درت اللبن، ممكن تعوضوه بالحليب، مهم اللي متوفر عندكم. غير المكونات كلهم يكونوا بحرارة المطبخ، ما يكونوش باردين. والآن غنبدا في إضافة الدقيق الأبيض اللي كيكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات. هذا الكاس الأول، دائما كنعبر بكاس العنبة اللي كيهز 100 غرام من الدقيق. كندخل الكمية الأولى، من بعد كنضيف الكأس الثاني. دائما الدقيق كنضيفوه تدريجيا وحنا كنخلطو شويه بشويه كما كتشوفوا. هذا الكاس الثاني، ودائما الدقيق يكون مغربل من قبل وغربلوه المره الثانيه. وهنايا كما كتشوفوا هذا هو الكاس الثالث اولا ما يعادل 300 غرام اللي احتاجيت في هذا الكيك هذا. ممكن تحتاجوا نفس الكميه، ممكن أقل بقليل أو لا أكثر بقليل على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب حجم البيض. في الأخير غنضيف 2 أكياس ديال خميرة الحلويات، المجموع ديالهم 16 غرام. ملي كنغربلهم غنضيف عليهم واحد الملعقة كبيرة من الخل، كتفاعل معهم وكتعطينا نتيجة زوينة للكيك. ولكن الخل يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش بارد، لان الا ضفتوه بارد على الخميره راه يخسر المفعول ديالها وغيعطينا نتيجه عكسيه. هذا هو القوام المحصل عليه. كما كتشوفوا لازم تحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. كما كتشوفوا مباشره غنفرغوا في المول اللي دهنته بالقليل من الزبده، رشيت فيه الدقيق. استعملت هذا النوع هذا ديال المول ديال الجرانيت المعروفين الموجودين حاليا. ممكن تستعملوا اي نوع من المول عندكم، يعني ماشي شرط بحال هذا، ممكن تستعملوا اي نوع عندكم. وهنايا غندخلها الفرن اللي كيكون مسخن مسبقا، نشعل غير من الاسفل فقط على نار مهيله بزاف حتى كطيب وتحمر من الجناب. عاد كنشعل عليها من الفوق باش كتحمر من الوجه ديالها. بالنسبه للفرن الكهربائي نفس الطريقه، يكون سخون مزيان من قبل، شاعل غير من التحت فقط على 160 درجه حتى كطيب الكيك وتنفخ وتبدا تحمر من الجناب. عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش كتحمر. هنايا ملي خرجتها من الفران مباشره كما شفتوا معايا كتجي مفشفشه وخفيفه بزاف. غنوضعها جانبا وغندوزو نحضروا الكريمه اللي غنحتاجو فيها 3 المعالق كبار ديال السكر مع 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير اولا كريمه الكاسترد. كنوضعوهم في كاسرونه كما كتشوفوا معايا. غنضيف عليهم 2 اكياس ديال فلون شينوا، هذا اللي كتشوفوا معايا الفلون الصغير. تقريبا كل ساشيه فيها 2.5 غرام. غنحرك هاد النواشف مزيان. من بعد غنضيف عليهم 3 ديال الكؤوس ديال الماء عادي، ما بارد عادي مباشرة من الصنبور.
بطبيعة الحال الا عندكم عصير البرتقال ممكن تضيفوه بلاصة الماء، الا ما عندكمش غديروا غير الماء كما درت انا. عندي 3 ديال الكؤوس ديال الماء، غنخلطهم هكا شويه على البارد، ومن بعد غنديرهم فوق النار متوسطه حتى كتعقد ليا الكريمه واحد شويه. ضروري تبقى وحدها وانتم كتحركوا فيها باش ما تلتصقش لكم لتحت وتحرق، حتى كتطلع فيها الغليه كدير لنا دوك البواقات وكتولي عاقده واحد شويه. هنايا غنضيف عليها تقريبا نصف ملعقه صغيره من نكهه ديال الحامض، ممكن تضيفوا حتى نكهه ديال البرتقال اللي بغيتو، كيعطينا مذاق زوين للكريمه. بما اننا درنا فيها غير الماء، الا درتو عصير البرتقال راه غتستغناو بطبيعه الحال على هاد النكهه. هذا المول اللي طيبت فيه الكيك غسلته مزيان ونشفته، غندهنو بالقليل من الزيت، غير شويه ديال الزيت ما تكتروش. وغنفرغ فيه ديك الكريمه ديالي كما كتشوفوا، غنفرغها في هذاك القالب بهذا الشكل هذا. ومن بعد غنجيب الكيكه ديالي غنردها للقالب بنفس الطريقه اللي طابت فيه كما كتشوفوا معايا. كنجيب الكيكه كنديرها بنفس الطريقه اللي طابت في القالب كما كتشوفوا، وكنضغط عليها مزيان مزيان باش كتلبس ليا بديك الكريمه. كنضغطوا عليها مزيان باش كتاخد الشكل ديالها، ومن بعد غنخليها شويه هنايا فوق سطح العمل حتى كتبرد. من بعد غنغطيها وندخلها للثلاجه. هنايا انا راني خليتها في الثلاجه باتت ليله كامله. الا عندكم الوقت من الاحسن تخليو الكيك ديالكم في الثلاجه يبرد مزيان باش ديك الكريمه تشد راسها مزيان مزيان. الا ما عندكمش الوقت المهم 4 السوايع الفوق باش تكون الكريمه هي هذيك شاده في راسها. من بعد ملي كنبغيو نديموليوه نحاولوا نضغطوا عليه هكا من الجوانب باش كيدخل معاه الهواء. كتحركوا هكا المول هكا من الجوانب، ومن بعد راه كيدي مولا بكل سهوله كما كتشوفوا معايا. راه ما كيلصق ما حتى حاجه، كتجي الكيكه من اروع ما يكون. كيجي واحد الشكل اللي راقي ومميز جدا. تحضروه للضيوف ديالكم بتحميره الوجه، اولا تديوه معكم الا كنتو غاديين عند شي حد، اولا ديروه لوليداتكم وتفرحوهم بهم. راه كيجي لذيذ بزاف منعش بديك الكريمه. هنايا نقطع لكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي رائع جدا وخفيف. كنتمنى تجربوه اخواتي وتردوا عليا في التعاليق، قولوا لي الاراء ديالكم. وكنشكركم جزيل الشكر على التعاليق ديالكم الطيبه، على التتبع ديالكم المستمر. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة كذلك. وإن شاء الله نتلاقى بكم في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.